السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة الشيف خالد موفي، فيديو جديد كالعادة. أتمنى لو أول مرة يشوفنا على اليوتيوب فضلا وليس أمرا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. يا ريت يا جماعة ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك الجميل عشان بيرفع الفيديو لأكتر عدد من الناس. الفيديو بتاع النهاردة أتمنى تكملوا للنهاية عشان الفيديو ده مهم جدا لأصحاب المجازر أو الناس اللي هي شغالة في مجازر دواجن وحابة تسافر بره أو محتاجين فرص عمل خارج مصر. تمام. بيكون الفيديو المطلوب منك لو انت حابب تسافر، لو انت صنايعي فراخ وحابب تسافر تشتغل في مجزر فراخ بره، تكون بتخلي بنفس الطريقه دي. فيديو يكون واضح زي دوت فيديو خلي شاورما. طبعا حابين نوضح برضو اكتر من مره ونقول اكتر من مره. اللي حابب يسافر دولة او يحاول يسافر على مجزر دواجن يكون بيشتغل بنفس الطريقة دي، خلي شاورما كاملة تكون بالجلد، يعني تخلي فراخ شاورما بنفس الشكل ده، طريقة كاملة بنفس الشكل ده. تمام. الفيديو مدته ما تزيدش عن دقيقتين. الفيديو مدته ما تزيدش عن دقيقتين، ويكون مطلوب صورة البطاقة فقط في الأول مع الفيديو. أما يكون مدته دقيقتين، لو أكتر من دقيقتين الفيديو بيترفض. يعني هنحتاج فيديو شاورما زي كده شاورما كاملة زي كده بالجلد، يكون وشك باين بنفس الشكل ده. تمام. وصورة البطاقة بتاعت حضرتك. تمام. المجزر ده في العراق الراتب مش أقل من 1000 دولار. تمام في الشهر. تمام. والسكن والأكل على الشركة. هنسيب لكم حساب الواتس بتاعنا او رقم التليفون اللي عايز يتواصل معنا من خلال التليفون. هنسيب لك الرقم الواتس والتليفون بتاعنا في حساب الوصف. طبعا احنا قدمنا فيديوهات كتير بالنسبه للشاورما وطرق الشاورما، ولكن على اي حلقه او على اي طريقه ان انت تطلع الفرخه بنفس الشكل ده، ان هي تكون فرخه طلع معاك، ان هي تكون طالعه شاورما زي الشكل ده كده، وتكون سليمة. يعني تكون سليمة، ما تكونش مهرية أو ما تكونش يعني المدة بتاع الفيديو أكتر من دقيقتين. زي ما حضراتكم شايفين اهوت، قدمنا أكتر من كذا مرة ومن كذا طريقة على اليوتيوب في فيديوهات كتير. اللي حابب يستفسر عن حاجة من خلال حساب الوصف أو من حساب التعليقات برضه إن شاء الله هرد عليك بنفسي في التعليقات، وما يكونش الفيديو أكتر من دقيقتين. طبعا المجزر ده في العراق وفي مجازر تانية في دول تانية أوروبية، ولكن بتكون تكلفتها عالية شوية. أما المجزر بتاع العيادة ده بيكون تكلفته قليلة جدا وبسيطة، وعلى حسب برضو الفرصة وعلى حسب المتاح معايا حاليا، يعني حسب الفترة اللي انت هتكلمني فيها، سواء مثلا متاح دوت او متاح دوت، اقول لك ده عامل كام وده عامل كام بنفس الايه الفترة، الوقت اللي انت او من خلال الفيديو اللي انت هتشوفه امتى، هتكون شفت امتى الفيديو، يعني تكون شفت الفيديو ده في وقت امتى. ادي يا جماعة الطريقة اهي. في طريقة احنا مقدمينها قبل كده على القناة، ان انت بتسحب هيكل الظهر الاول، يعني الهيكل بيتسحب الأول وبعد كده بتكمل بقية الصدر. في طرق كتير بس دي أسرع طريقة، أنا يعني الحمد لله شغال بيها. دي أسرع طريقة. في طرق احنا قدمناها كتير، انت الطريقة اللي مناسبة معاك اشتغل بيها. أظن كده الطريقة في الفيديو ده يعني أوضح من الفيديوهات الأولانية، يعني الطريقة دي أوضح بكتير من الفيديوهات الأولانية. ومتاح برضه فرص عمل لو حد حابب يشتغل معاه في المجزر دوت، يبعت لي فيديو ليه وهو بيشتغل مثلا شاورما بنفس الشكل ده. انا محتاج صنايعي او اتنين. اللي حابب يكون يجي يشتغل معايا يبعت لي مثلا برضو على التليفون يشتغل معايا في المكان ده، يجي يبقى يراسلني. يكون اهم حاجه بيكون بيخلي شاورما زي كده. الفيديو ده اوضح من الفيديو الاولاني.
واللي حابب برضه طريقة سهلة يعني عن كده، يعني في طرق تانية أسهل من كده. اللي حابب طريقة سهلة أكتر من كده يبعت لي برضه على الواتس، إن شاء الله أنا أبعت لكم طرق أسهل من كده، على ما تتمكن في الشاورما وتبدأ تفهم النظام فيها وتبدأ تشتغلها هيكل سليم. في أكتر من كذا طريقة تشتغل بيهم خلي، في النهاية بتوصلك برضه للفرخة المنديل أو الفرخة السليمة. وبعد كده بقى تبدأ أنت تكتسب خبرة، تبدأ إن أنت تشتغل هيكل سليم زي كده. الطريقة ديت يا جماعة أنا شفتها واحد كان بيخلي بيها بصراحة وعجبتني. غيرت فكرتي 99 درجة عن شغل الشاورما، وبرضه خلتني سريع جدا، يعني خلتني أسرع من الأول. يعني بعمل الفرخة في دقيقة ونص بقيت أعملها في دقيقة. الطريقة دي سريعة جدا وكويسة جدا، الطريقة اللي أنا شغال بيها حاليا دي شفتها وهي موجودة. الطريقة دي موجودة في مصر وناس كتير بتخليها، بس أنا ما كنتش لسه بصراحة يعني إيه اكتشفتها. أنا شايفها بقالي فترة، عشان كده بشتغل بيها كويس. وكده واحنا وصلنا لنهاية الفيديو. اللي حابب يستفسر عن حاجة يا جماعة يرن عليا أو يبعت لي على حساب الوصف بتاعي بالنسبة للسفر.